تخيل تقوم من النوم جعان، تفتح التلاجة ما تلاقيش فيها أي أكل، تنزل تدور على أكل في السوق تلاقي السوق كله فاضي، والحال يستمر اليوم واتنين وتلاتة وعشرة، فتقرر أنت واللي معاك تاكلوا قطط وكلاب. بس القطط والكلاب تخلص ولسه الحال هو الحال، فتفكر تعمل إيه بقى؟ تاكل بني آدمين. غريبة مش كده؟ بس هتصدقوني لو قلتلكوا إن ده حصل؟ ما حصلش مرة ولا اتنين ولا تلاتة، ده اتكرر كتير. هنكلمكم النهاردة عن أكلة لحوم البشر. وأنا بقرا في التاريخ المصري بتاعنا قريت عن حاجة اسمها الشدة المستنصرية، ودي كانت في عهد خليفة فاطمي اسمه المستنصر بالله. خليني أقول لك إن الخليفة ده حكم مصر ما يقرب من 60 سنة. 30 منهم كانت مصر زي الجنة، وال30 الباقيين كانوا جحيم وزي الطين. الوضع كان كويس وزي الفل لحد ما نهر النيل قرر ان هو ما يجيش في سنة من السنين. وخلينا اقول لكم ان نهر النيل ده هو شريان الحياة للمصريين. بنزرع ونربي حيواناتنا وبنصطاد منه ومعتمدين عليه كمان في التجارة. في اول سنة النيل اختفى فيها كل حاجة في مصر وقعت، لكن المصريين استحملوا وعاشوا لمدة سنة بحالها. بس الموضوع ما استمرش كده، لأن نهر النيل قرر إن هو ما يجيش السنة اللي بعديها كمان، وهنا بدأت المجاعة الحقيقية. المصريين ما كانوش لاقيين حاجة ياكلوها تاني سنة، وعلشان كده بدأوا يصطادوا في القطط والكلاب اللي في الشوارع وياكلوها. بس زي ما الحيوانات خلصت في البداية، القطط والكلاب خلصت هي كمان، وبقى الأكل في مصر نادر ومش موجود، لدرجة حتى أنت لو مليونير فلوسك ملهاش لازمة معاك. في يوم من الايام واحده ست كانت ماسكه عقد لولي، عقد ممكن يخليك غني في وقتنا الحالي. كانت ماشيه في الشوارع وبتقول مين ياخد العقد ده ويديني شكاره قمح بداله. ولما ما حدش رد عليها قالت طب نص شكاره، ولما ما حدش رد تاني قالت طب ربع شكاره. فضلت الكميه تقل لحد ما باعت العقد اللي معاها بكبشه من الدقيق. بس الست ما لحقتش تتهنى بيها، لان الناس هجمت عليها وراح واخدين منها كبشه الدقيق وقتلنها. لو فاكر ان الموضوع كده يبقى اسوأ حاجه، استناني في اللي جاي. في يوم من الايام المستنصر بالله اللي كان بيحكم مصر لقى معجزه في وقتها. بغل، ايوه زي ما بقول لك كده بغل. كان نادر قوي ان انت تلاقي حاجه ماشيه باربع رجول في مصر عايشه الوقت. ففي الوقت ده المستنصر بالله خد البغل وراح يصلي، وعين حرس عليه من الخدم بتوعه ان يحرس البغل لحد ما يصلي ويخرج من الجامع. لكن الحرس بتاعه كان ضعيف ونحيف من قله الاكل، علشان كده جت مجموعه من الناس جعانه خطفوا البغله وذبحوها وكلوها. فالمستعصم بالله امر ان الناس دي تتعاقب على الفعل الشنيع اللي هم ارتكبوه، واعدمهم وعلقهم في وسط ميدان عام. مرعب مش كده؟ اقول لك بقى ايه اللي مرعب بجد، ان هم تاني يوم لقوا الناس دي عظم بس. الناس اتلمت عليهم وكلوهم من كتر الجوع. وهنا بقى بدأت تظهر أكلة لحوم البشر في مصر. الوضع اللي احنا بنحكي عليه ده ما استمرش سنة ولا اتنين، استمر 7 سنين كاملين. وساعتها الوزراء اللي في مصر بدأوا يتمردوا على الحاكم، ونهر النيل اللي ما بقاش الحاجة الوحيدة اللي مجوعة الناس، بل بالعكس الأزمات السياسية اللي خلت الناس حالتها أسوأ بكتير. الحال وصل بالمصريين إن بقى في ناس بتقف ماسكة خطاطيف فوق البيوت ويصطادوا بيها البني ادمين اللي معديه من تحت بيوتهم، وبعد كده يسلخوهم وياكلوه. الموضوع يبان ان هو غريب وصعب السد، بس خليني اقول لك ان ده حصل في التاريخ المصري بالفعل. تخيل بدل ما تنزل تقعد مع صاحبك على القهوه يروح صاحبك سلخك وواكلك، ولو حد صاحبك عزمك في الغالب بيعزمك على لحم صاحبك التالت. اللي كان بقى غريب قوي وقتها ان اتقال في التاريخ ان كان في امهات بيقتلوا عيالهم ياكلوهم من الجوع. الوضع في مصر استمر على الحال ده لحد ما استعان المستنصر بالله ببدر الجمالي. وبدر الجمالي ده كان وزير قوي جدا وقتها، قدر ان هو يجيب معونات لمصر ويقضي على كل الثورات اللي كانت على المستنصر، وانتهت الشدة المستنصرية. بس الاكيد ان اكلت لحوم البشر مكمله، لان التاريخ بيقول ان في اكلت لحوم بشر بعد كده. اوعى تكون فاكر ان الموضوع قديم ومش بيحصل دلوقتي. تعال احكي لك عن حوادث اتاكل فيها بني ادمين وقريبه مننا. سنة 1972 كان في طيارة طالعة من الأوروجواي، فيهم شوية شباب رايحين يتفرجوا على ماتش. فجأة والطيارة طايرة فوق جبل تقع. علشان يعيشوا وقتها اضطر ان هم ياكلوا لحم اللي مات من الطيارة. تخيل كده انك تضطر تعمل بيتزا من لحم واحد صاحبك عشان تعيش. طيارة أوروجواي دي ما كانتش هي الوحيدة، الموضوع فضل مكمل لبعد كده، علشان في حرب الكونغو الأهلية كانوا بياكلوا الأسرى بتوعه. تخيل كده بدل ما تيجي تكلم عدوك وتقول له هذبحك تقول له هطبخك. موضوع جنان مش كده؟ بس لسه بعيد، ده في السبعينات.
طب لو قلت لك بقى ان في واحد اقل من 20 سنة عرض ان هو يتاكل، علشان سنة 2001 واحد الماني اسمه ارمن ميدون عرض على النت ان هو محتاج حد ياكل. ايوه والله زي ما انت سامع كده، وبالفعل واحد قبل العرض وراح ذبحه وكله. واحد تاني في ميامي سنة 2012 قرر ان هو الجنان يشتغل على دماغه وياكل وش واحد صاحب. ولما اتسأل انت عملت كده ليه يا ابني، قال لهم انا كنت عايز اجرب شعور الزومبي اللي كانوا موجودين في مسلسل ذا ووكينج ديد. اللي انا عايز اقوله في النهاية ان البشر ممكن تضطر تعمل حاجات كتير قوي، ومش اصعب حاجة ممكن تواجهها في حياتك ان عمك ياكل ورثة، علشان عمك ممكن ياكلك انت شخصيا. واحمدوا ربنا ان احنا عايشين بعيد عن اكلة لحوم البشر. وخد بالك لو واحد صاحبك عزمك على الغدا ارجوك ما تروحش لوحدك. اكلين لحوم البشر لسه موجودين لحد يومنا ده، وفيديوهاتهم منتشره كتير على الانترنت، فخاف على نفسك كويس. بس ما تخافش، محدش هياكل حد في الفيديو ده. فيديو النهارده خلص، بس كلامنا لسه ما خلص. استنونا في الحلقات اللي جايه، ولو مش قادرين تستنوا خدوا لفه في الحلقات اللي فاتت. اشوفكم بخير.